التليجرام انحظر بالعراق مو لأن اكو مؤامرة ماسونية على طلاب السادس، لا، انما ببساطة التطبيق تحول لسوق علاسة. فمن خلال التليجرام جاي يتم بيع وشراء بيانات ومعلومات عسكرية واحداثيات حساسة. يعني يجيك شخص عنده معلومة عن شخصية معينة او فصيل معين، يقدر ببساطة يبيعها لإسرائيل بعملة USDT أو عملة تليجرام نفسها. أو يجيك شخص ثاني عنده معلومة عن إحداثيات معينة بالعراق أو بالإقليم خصوصا، فيبيعها لفصيل معين. والحكومة العراقية ما تقدر توصل لمعلومات البائع والمشتري، لأن منصة تليجرام ما تشارك هاي البيانات ويا أي حكومة بالعالم. وهذا اللي شفناه بتصريحات قديمة لوزيرة الاتصالات، اللي هددت أكثر من مرة إنه لو تنطينا المعلومات لو راح نحظرك. لكن تطبيق تليجرام بقى مصر على موقفه، فما بقى حل إلا حظر التطبيق من العراق كله. تقول لي ممكن افتح التليجرام من خلال الفي بي ان، اقول لك واو ايها الذكي، يعني بس المشكله انه الفي بي ان يجمع بياناتك ويحفظها وممكن يبيعها، وهيك انكشفك بسهوله ايها العلاس. يعني التطبيق منصه اعلاميه اساسيه للميليشيات، كانت تتسرب منها بيانات حكوميه، لكن السبب الحقيقي هي سوق العلاسه غير المسيطر عليه.